من أعماق إيموزار مرموشة ولد رجل سيصير لاحقا من ألمع رجال القوات المسلحة الملكية، قائدا مقاوما ورمزا للشرف. إنه الجنرال الحسين مزيرد، القائد الذي عاش من أجل الوطن وترك بصمته في واحدة من أهم لحظات تاريخه. وفي 11 غشت سنة 1979 كان التاريخ يتهيأ لامتحان عسير. بيران زاران، القرية الصغيرة والبوابة نحو السيطرة على الجنوب، أصبحت فجأة مسرحا لمعركة ستغير وجه الصحراء. 300 جندي فقط، تسليح بسيط، ظروف قاسية، في مقابل جحافل من أكثر من 3000 مسلح من مرتزقة البوليساريو. ورغم ذلك وقف الكوموندو مزيرد في مقدمة الصفوف، ينظر في أعين رجاله قائلا: لن يمروا ولو على جثثنا، هذه أرضنا. صمودهم في تلك الساعات العصيبة أعاد رسم ملامح الجنوب، وأثبت أن الراية المغربية ستظل عالية في السماء مهما اشتد الخطر ومهما كثرت الجموع. انتهت المواجهة، لكن أثرها بقي بفضل رجال حملوا أرواحهم على أكتافهم وصنعوا ملحمة تدرس إلى اليوم. وبينهم كان الكوموندو مزيرد الذي واصل خدمته بإخلاص حتى ارتقى إلى رتبة جنرال، ليظل واحدا من الوجوه المشرقة في سجل البطولة المغربية. رجل عرف بالطيبة، بالتواضع وبالوفاء، وما قدمه ظل أكبر من أن تختصره الكلمات.